غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأحدثكم اليوم حديثا جميلا وفيه فائدة كبيرة جدا جدا جدا. ومعنا اليوم أبا يحيى ليتلو علينا في نهاية قصتنا آية عظيمة من كلام الله عز وجل. إخوتي في الله، ذكر اليوم مميز لأنه سيعصمنا من الشيطان ليلتنا كلها. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، نبينا عليه الصلاة والسلام يجعله حارسا على صدقة فطر رمضان. اللهم بلغنا عيد الفطر بعد أن تغفر لنا هذا الشهر. نعم إخوتي في الله، وهو يحرس تمر الصدقة وصدقة الفطر إذا بعذر غريب كبير في السن يسرق من تمر الصدقة، فأمسك به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فشكى هذا الشيخ لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقرا وحاجة وعيالا، فأطلقه أبو هريرة لأن المؤمن رجل كريم. في الصباح ذهب أبو هريرة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام يصلي معه الفجر، فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى أبي هريرة قال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك الليلة؟ قال: يا رسول الله، شكى لي فقرا وحاجة وعيالا فأطلقته. قال: كذبك سيعود. في الليلة الثانية أبو هريرة ينتظر هذا اللص ليمسك به كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وصار يحثو من تمر الصدقة يريد سرقتها، فأخذ به أبو هريرة، فبعد أن أخذ به شكى له الفقر والحاجة والعيال، فما كان من المؤمن الغر الكريم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إلا أن أطلقه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك الليلة؟ قال: مثل التي قبلها، شكى لي عيالا وفقرا وحاجة فأطلقته. قال: كذبك وسيعود. انتظره في الليلة الثالثة، جاء هذا اللص الكبير في السن يحثو من تمر صدقة يريد أن يسرقها. يأتي أبو هريرة فيمسك به مرة ثالثة وقال له: هذه مرة لن تفلت مني كما فعلت تكذب علي. فقال له: سأعلمك آية إذا قلتها ما يزال لك من الله حافظ إلى أن تصبح، آية الكرسي. فأطلقه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فلما أصبح أبو هريرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: ما فعل أسيرك الليلة؟ قال: يا رسول الله، أخبرني أنه سيعلمني آية ما يزال لي من الله حافظ إلى أن أصبح، آية الكرسي. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. نعم، لماذا الشيطان علم أبا هريرة رضي الله عنه آية الكرسي؟ لأنه لا يستطيع أن يمسك أن يقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة كان يريد أن يأخذه ويأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لو كان يصل إلى النبي سيذوب قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الفاروق عمر ما سلك واديا أو فجا إلا وسلك الشيطان واديا أو فجا غير فج عمر، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بفهم آية الكرسي لنسمعها من الشاب الحافظ لكتاب الله صهيب أبا يحيى. آية الكرسي، تفضل يا صهيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. سبحانه